أهلا أهلا. أنا نزلت النهاردة وبدون سابق إنذار قعدت هنا في مكان في مطعم جميل وقلت اللي أنا أطلب حاجة. طلبت ولقيت حاجات معمولة بطريقة غريبة فقلت لازم أصورها معاك. هو الطبق ده عبارة فاكر اسمه إيه، بس هو عبارة عن برضه فراخ ورز، بس بيعملوا بقى حاجات الخضار بطريقة غريبة. يعني دي تقريبا ملوخية، وده كرنب بس بالصوص تقريبا. البتاع ده طعمه حلو، عبارة عن حلبة تقريبا، حلبة معمولة مع حاجة شبه إيه بقى، العدس و... وملح بقى حلو وحركات بهارات حلوة فطعمها حلو أوي. لسه ما دوقتش ده، هل محلون ولا لأ؟ ده محلون بس مش أشرب حاجة بسيطة. يعني استغربته هي دي، مش عارف دي بتتاكل إزاي هنا. لا دي مش ملوخية يا جماعة، دي حاجة تانية. غريبة. عارفين طعم التوت؟ هي طعمها توت أوي، توت بس على شكل ورق. بس فحبيت أقول لكم كده حاجة سريعة، أنا برضه هدوق ده معاكم. تقريبا حجم الترايبود ده عشان ما بعملش ده حاجة من ساعة ما جبته. كرنب محطوط في الصوص اللي هو المالح ده، بس هو طبعا عشان الكرنب محلول فطعمه هو اللي جاي. الرز معمول حلو. أول مرة ألاحظ إنهم بيعملوه. أول مرة أجرب واحد بيعمله اسمه مبلول بسيط، ودي حاجة حلوة. عشان التانيين بيعملوه ناشف، يعني مش ناشف، بيكون جاف. فدي أول مرة أحس إن هو مبلول شوية، حاجة حلوة. وبيحطوا بيضة أهي، بيضة من تحت هنا حط عليها الفرخة. دايما هم يحطوا البيض المسلوق مع الرز. بس وجبة سريعة لطيفة، وكلها كانت ب 13 وحاجة، 13 رينجت وحاجة يعني، نقول 14. فلا حاجة حلوة جدا. بس هسيبكوا دلوقتي، أضيفوا لو أنا جربت أي حاجة محلوين عشان ممكن وأنا ماشي أجرب حاجة. طيب يلا. يلا بس.